عاوزين نوصل الفيديو ده لكل الناس بعد اذنك. عزيزي المشجع الجميل، الكابتن بشير التبعي بيتهم النادي الاهلي اتهام يستاهل عليه المساءله القانونيه. اسمع كده الكابتن بشير بيقول ايه. ايوه كلامك عن موضوع رمضان صبحي. ايوه النادي الاهلي عمره ما هينسى ان رمضان صبحي فضل ان هو ما يلعبش في النادي الاهلي ومشي لغايه يوم القيامه ويوم الدين. النادي الاهلي عمره ما هينسى حاجه زي كده. عمر النادي الاهلي ما بينسى ان حد عمل معاه موقف. لا مستحيل. ايوه ليه؟ هو الاهلي فاضي؟ مين؟ فاضي هيروح يجري ورا رمضان صبحي؟ النادي الاهلي زي رمضان صبحي. حتى رمضان صبحي احنا عارفين. طيب احنا عارفين ان هو لعيب جامد قوي ربنا يوفقه. بس الاهلي هينزل للدرجه دي عشان يوقف رمضان صبحي عشان ما يروحش الزمالك؟ طبعا ايه يا كابتن اللي انت بتقوله ده؟ الاهلي هيمشي ورا رمضان صبحي عشان خاطر يوقعه ويوقفه ويعمل فيه اللي عمله؟ يعني السبب ده كله النادي الاهلي واللي حصل لرمضان ده كله من النادي الاهلي؟ انت بتقول ايه يا كابتن؟ انت مدرك اللي انت بتقوله؟ اولا الكلام ده غير صحيح بالمره، لان الاهلي عمره ما هيخاف من اي لاعب مع احترامنا لموهبه رمضان وكلنا كنا معاه، وانا واحد من الناس طلعت واتكلمت ودافعت عنه بشكل كبير جدا. ولكن انك تطلع تقول الكلام ده فده ما ينفعش تماما. ورمضان صبحي عمل ايه اصلا مع بيراميدز عشان يخوف الاهلي عشان الاهلي يوقفه؟ وهيعمل ايه مع الزمالك عشان خاطر الاهلي يوقفه؟ اولا الاهلي ما بيهبش اي نجم، لان الاهلي كبير بمنظومته، كبير بجماهيره، كبير على اي لاعب مهما كان، ودي معروفه. والاهلي اللي كان بيمتلك عقود نجوم الزمالك في عزهم زي شيكابالا وجمال حمزه وغيرهم كتير وانت عارفهم كويس قوي، وانت كنت واحد من الناس اللي نفسك تروح الاهلي، ولكن لما الناس دي جيهم وقالوا لا احنا عاوزين عقودنا، مع السلامه خد عقودك وامشي. ساعتها مش كانوا ممكن لا وانت ماضي وانت عامل عشان يعطلوا نادي الزمالك؟ الاهلي عمره ما يكون كده يا كابتن، وانت اكتر واحد عارف الكلام ده. لكن انك تطلع تقول الكلام ده وعلى الهوا وتدفع الجمهور في سكه اللي عمل كده في رمضان صبحي هو الاهلي، ده شيء ما ينفعش يتسكت عليه تماما. انت لازم تطلع تعتذر، والا على اداره النادي الاهلي ان هي تاخد اجراء قانوني، لان ما ينفعش اي حد يطلع يتهم الاهلي بالاتهام ده ويخلي الجمهور يمشي في السكه دي بشكل غلط جدا. مش كده ولا ايه؟ مش هتبقى سبهلله يعني؟ ما تنساش يا عزيزي تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير للفيديو. عاوزين نوصل الفيديو ده لكل الناس بعد اذنك. ولو مش تابعنا يا ريت تتابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.